يعني روسي وقف على التسلل، سدد الكرة الأولى، ارتطمت في باطن العارضة ووقف يعني في الحالات دي اللاعب يكمل على الكرة. لما بقت تحتسب تسلل يبقى الحكم هو والفيصل. شوف التمريرات اللي في العمق، شغلة حلوة قوي. فرصة هدف ثالث، انطلاقة أليكسيس سانشيز يسجل. أليكسيس سانشيز يسجل بألوان فريق نادي برشلونة. ادي امامنا هنا يعني المكاسب بالجملة في هذه الليلة. كرة الهدف الثالث، دفاع فياريال، حكاية النهارده، شوارع فريق فياريال. ادي امامنا أليكسيس سانشيز اللاعب التشيلي الوافد الجديد يسجل في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني اول اهدافه في هذه طبعا اللحظة. يتلقى ايضا الانذار لانه خلع الفانيلا. وادي امامنا هنا النتيجة واضحة على بورخا فاليرو. وادي الحوار، ما زال حوار مستمر ما بين جوارديولا وفيلانوفا، والحوار سيستمر والمطاردة تستمر. ريال مدريد هو من على القمة. شوف التمريرة وشوف اتشالت ازاي. يا سلام يا تيجو، يا سلام يا تيجو، عملها حلوة قوي. واليكسيس سانشيز ينطلق في يعني اوريول. ماذا تفعل يا اوريول؟ يرفع ايده عايز يعمل سد التسلل، لكن جوزيلو رودريجيز سرحان، وايضا اللاعب ماتيو موزيكيو سرحان. اكبر فوز كان لنادي برشلونة كان في 2006 2007 لما فاز 4-0. رونالدينو هدفين وجوديونسون وانيستا. لكن اليوم حتى الان النتيجة 3-0 حتى هذه اللحظة. والهدف الرابع، لسه بنحكي على الأربعة، وتأتي في هذه اللحظة التمريرة السحرية للنجم ليونيل ميسي اللي يأتي هنا بقى في هذه اللحظة. جات له تمريرة، هو يصنع، هو يسجل، هو يفعل ما يريد وما يحلو له. وميسي يسجل في هذه اللقطة أول أهدافه في الليجا هذا الموسم. ميسي بيسجل في الدقيقة 52، ميسي بيسجل. يا سلام على الكورة، يا سلام على الكورة، يا سلام يا ميسي، يا سلام يا ميسي. ذكاء ومهارة وصناعة أهداف وتمريرات. العام الماضي كان 53 هدف سجله في الموسم الماضي 2010-2011. ادي امامنا النجم الكبير. شوف التمريره، شوف التحرك، شوف انيستا، الكره اللي في العمق. بقول لحضراتكم جاريدو لم يفطن بعد لنقطه ضعفه. ادي مارشينا يبدو حائرا. وادي امامنا جوزيلو رودريجيز لا حول له ولا قوه. ودييجو لوبيز يخرج، لكن انيستا يضع التمريره. وادي امامنا هنا بقى المهاره لدى هذا اللاعب الكبير. مهاره تنم عن الذكاء ايضا في هذه اللحظات. ادي امامنا رغم جسمه الضئيل